السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. انا نورا حسن، ولو بتشوفي القناة لأول مرة ما تنسيش تعملي اشتراك عشان تتابعي كل جديد، وتعملي لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك، وان شاء الله الفيديو يعجبك. هنعمل مع بعض النهاردة اليقطين او قرع العسل. طريقة سهلة وبسيطة وحلو جدا جدا بالبشاميل. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم. اول حاجة كده هنا معانا القرع العسل، دي كده كبيرة ما شاء الله، حوالي 5 كيلو وشوية. تمام. احنا هنفتحها كده نصين. طبعا هي بتبقى تقيلة جدا، فلازم السكينة تبقى حامية معاكي، وتخلي بالك علشان ما تتعوريش وكده. فهتقطعيها نصين عشان تعرفي ان انتي بعد كده بقى طريقة سهلة لتقشيرها يعني. فهنقطعها لكذا جزء علشان نعرف ان احنا نقشرها. اول حاجة هنشيل كده اللب طبعا اللي بيبقى جواها ده، والشعيرات برضو بتاعة اللب دي كده برضو تحاولي ان انتي تعملي كده بالسكينة علشان تطلع زي ما انتي شايفة كده. اللب ده بقى يعني هو بيبقى حلو جدا جدا، يعني انا شايفة ان انتي ما ترميهوش احسن، وتاخديه كده تغسليه. هو لب مش صغير يعني، بيبقى حجمه حلو. فانتي يفضل ان انتي تاخديه بقى وتغسليه كده، وتحطيه مثلا في مصفى او حاجة لحد ما يجف تماما من اي مية فيه. وبعد ما يجف كده تحطيه في طاسة على النار، وتبدأي ان انتي تحمصي فيه كده لحد ما تحسي ان هو لونه غير كده او نشف معاكي، وتبدأي تحطي عليه شوية ملح وتاكليه بقى. يا سلام، بيبقى لب طعمه حلو جدا جدا ومفيد جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، وكمان ان انتوا تدوقوا اللب بتاع القرع العسل. بدأنا كده ان احنا القطعة النص اللي احنا بنقطعها دي نقطعها حوالي 2 تاني زي ما انتوا شايفين كده، علشان تبقى سهلة علينا ان احنا متبقاش تقيلة كده على ايدينا، ونعرف نتحكم فيها وننضفها كويس جدا. تمام. طبعا بعد كده انتي هتقطعيها زي شرايح كده زي ما انتي شايفة كده بالشكل ده. الاجزاء اللي احنا قطعناها نقطعها بالشكل ده كده علشان نبدأ ان احنا نقشرها. طبعا تخلي بالك لان هي القشرة بتاعتها بتبقى سميكة كده، فتخلي بالك علشان ما تعوريش نفسك، يعني ان انتي تقشريها كويس جدا كده بالشكل ده كده. فدي طريقة سهلة علشان تقشري اليقطين. وبعد ما تخلصي التقشير تبدأي ان انتي تقطعيها كده مكعبات عشوائية، يعني مش مكعبات لا كبيرة ولا صغيرة، لا حجم متوسط كده حلو برضو، لان احنا لسه هنحطها على النار تستوي. قطعيها كده عشوائي عادي يعني زي ما انتي شايفة كده. وطبعا بعد خطوة التقطيع دي بقى هناخده ونشطفه كويس جدا جدا تحت الحنفية ونغسله كويس جدا. وبعد كده هنا بعد ما غسلناه حطيناه في حلة على النار، وحطينا عليه كوباية من المية، وحطينا عليه حوالي كوبايتين من السكر. انا زي ما قلتلكم بصوا يا جماعة، هو السكر حسب الرغبة، بس هو بصراحة كان طعمه كده مظبوط جدا. يعني دول حوالي 5 كيلو من اليقطين او قرع العسل. اخدت حوالي كوبايتين كبار كده، مج العادي بتاع الشاي، كوبايتين من السكر. تمام. فلو هي حجم اليقطين بتاعك او قرع العسل اقل من كده، قللي كمية السكر. وكمان حطينا عليها حوالي ربع معلقة كده صغيرة من الفانيليا. ممكن تحطي عليها حوالي كيسين من الفانيليا، او نص معلقة من الفانيليا السايلة، يعني المتاح عندك. وهنسيبها بقى على النار تستوي تماما، ونبدأ بقى هنا نجهز كده البشاميل. طبعا هي كانت دخلت في السوا، فبدأنا نجهز البشاميل. تمام. حطينا بقى كده قطع من الزبدة طبعا علشان نحاول ان احنا نخلي الحاجة دي طعمها حلو جدا جدا. فاستخدمنا هنا زبدة او سمنة، يعني المتاح عندك احسن من الزيت يعني. تمام. واول ما بدأ كده ان هي يسيح، بدأنا ان احنا نحط الدقيق، حوالي 3 معالق كبار هرمية من الدقيق. ونبدأ كده نشوح في الدقيق كويس جدا جدا. وبعد كده نبدأ نضيف اللبن ده. هنا كده معانا حوالي كيلو من اللبن. بنفضي طبعا تدريجيا ونقلب كويس لحد ما نخلص الكمية اللبن اللي معانا كلها.
علشان الدقيق ما يتكتلش معانا ويدوب كويس جدا، والبشاميل ما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا هنحط، لان دي حاجة محلية حاجة حلوة، فهنحط سكر على البشاميل برضو حوالي بصوا يا جماعة، هو كوباية اللبن، يعني انت لو هتستخدمي كده بمعايير كوباية اللبن بيبقى عليها معلقة كبيرة من السكر. فاحنا حطينا ده كيلو لبن، يعني حوالي 4 كوبايات لبن، يبقى حوالي 4 معالق من السكر. تمام، احنا حطينا معلقتين من المعلقة الكبيرة دي بس، هو ما يعادل 4 معالق من معلقة الأكل العادية سكر على البشاميل. ونبدأ كده نقلب كويس جدا. وممكن برضو تحطيله كيس فانيليا، بس ما حطيناش، بس انتي ممكن تحطيله كيس فانيليا برضو، هيخلي ريحته حلوة. هنبدأ بقى هنا كده، طبعا اليقطين او قرع العسل هنا كان استوى زي ما انتوا شايفين كده. فنبدأ ان احنا نحاول ان احنا ناخده كده من المية، ونحطه في الصينية اللي هندخلها الفرن. ممكن تحطيه في طواجن فخار كده لو عندك، ويتقدم كده اطباق طواجن كده صغيرة يعني للأفراد، أو ممكن يبقى كده ويتقطع قطع زي ما شفتي في بداية الفيديو. هو طبعا بيبقى كله مية كده، و يعني ما تحاوليش ان انتي تضربيه في الخلاط او ان انتي تهرسيه جامد، لان هو بيبقى فيه مية كتيرة جدا. هي هتقل شوية معانا لما ندخله الفرن، هيتشربها شوية يعني، هتنشف كده من عليه شوية، فاهميني؟ بس فهنبدأ بس ان احنا بمجرد ما تدوسي كده عليه بالمعلقة تبططيه كده في الصينية، بمعنى اصح تدوسي عليه كده اكنك بتهرسيه بس مش جامد، زي ما انتي شفتي كده بالمعلقة كده شوية وخلاص. وبعد كده هتبدأي ان انتي تحطي عليه زبيب او مكسرات، اي حاجة متاحة عندك. احنا حطينا زبيب. تمام، بعد كده نبدأ ان احنا نفرد على الوش كده زي ما انتوا شايفين البشاميل، وحطينا برضو شوية زبيب تاني كده على الوش، ودخلناها كده تحت الشواية. بمجرد بس ما تاخد لون ذهبي، لان هي كل حاجة فيها طبعا مستوية، بس البشاميل ياخد لون ذهبي كده على الوش، وتروحي مطلعوها وتقطعيها بقى كده بألف هنا زي ما انتي شايفة كده، تتقطع قطع معاكي متماسكة وحلوة، وما شاء الله طعمها حلو جدا. السكر مظبوط فيها جدا جدا، يعني مش مسكرة قوي قوي ولا تجزعي منها كده لو بتاكلي، لا السكر بتاعها مظبوط حلو جدا بالشعرة كده. فاتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، وقرع العسل بجد هو مفيد جدا وحلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في قناتي لو اول مرة بتشوفوني. واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.